ومرحبا بالجميع. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة لدعمنا لنستمر نحو الأفضل. شكرا لكم وفرجة ممتعة للجميع. يعد الأمازيغ السكان الأصليين لشمال إفريقيا، وقد مثلوا على امتداد آلاف السنين جزءا أساسيا من النسيج الثقافي والاجتماعي المغربي. وفي المغرب اليوم يشكل الأمازيغ مكونا محوريا في الهوية الوطنية، حيث يسكنون مناطق متنوعة مثل جبال الريف والأطلس المتوسط وسهل سوس. ومع الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كلغة دستورية إلى جانب العربية، ازدادت المكانة الثقافية والرمزية للأمازيغ، وصارت ثقافتهم وتقاليدهم رافدا من روافد الهوية المغربية الحديثة. الأصل والتاريخ. يمتد تاريخ الأمازيغ في المغرب إلى عصور ضاربة في القدم، إذ أسسوا حضارات تركت بصمات واضحة في التاريخ والثقافة، فقد كانوا أهل أرض وحضارة، قاوموا الغزوات وتفاعلوا مع مختلف الشعوب التي وفدت إلى شمال إفريقيا. وقد انعكس هذا التفاعل في غنى الهوية المغربية، حيث امتزجت الثقافة الأمازيغية بالعربية والأندلسية والإفريقية. وما تزال الآثار والرموز التاريخية شاهدا على عمق وجودهم في ربوع المغرب. الهوية والثقافة. الهوية الأمازيغية ليست مجرد انتماء عرقي، بل هي مكون أساسي في الهوية المغربية الجامعة، فهي تعبير عن تاريخ طويل من التفاعل مع الأرض واللغة والإنسان. كما أن الثقافة الأمازيغية تجسد قيما عريقة مثل الحرية، التضامن والارتباط بالطبيعة، ويظهر هذا في العادات اليومية والفنون الشعبية والأزياء التقليدية والحرف اليدوية التي ما زالت تحافظ على أصالتها رغم مظاهر التحديث. اللغة الأمازيغية تعد اللغة من أبرز مظاهر الهوية الأمازيغية، ويتحدث حوالي 26,700 من المغاربة إحدى اللغات الأمازيغية الثلاث: تاشلحيت أو تاسوسيت المنتشرة في سوس وجنوب المغرب، تمازيغت في الأطلس المتوسط، وتريفيت في الشمال والريف. هذا التنوع اللغوي يعكس غنى المشهد الثقافي المغربي، حيث تستخدم هذه اللغات في الحياة اليومية وفي الطقوس الاجتماعية، وحتى في الفنون الشفوية كالأمثال والحكايات الشعبية. التوزيع الجغرافي. ينتشر الأمازيغ في 3 مناطق رئيسية داخل المغرب: الشمال والشرق، حيث جبال الريف ومنطقة فكيك، ويتحدث السكان اللغة الريفية تاريفيت والزناتية. الأطلس المتوسط، منطقة وعرة مناخيا يعيش فيها الأمازيغ الناطقون بتامازيغت، وتضم مدنا مثل خنيفرة، سهل سوس، منطقة دافئة مطلة على البحر يتحدث سكانها تاشلحيت، وهي لهجة حاضرة أيضا في مدن كأكادير ومراكش. الاعتراف الدستوري والرسمي. شهد المغرب منعطفا مهما سنة 2011 حين نص الدستور على الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وقد اعتبر هذا الاعتراف تتويجا لنضال طويل من أجل تثمين الموروث الأمازيغي. وفي ماي 2023 تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر في خطوة رمزية تجسد المكانة المتنامية للثقافة الأمازيغية في الوجدان الوطني. الأمازيغ والهوية المغربية الجامعة. رغم تنوع روافد الهوية المغربية، يظل الأمازيغ مكونا أصيلا فيها، فالثقافة الأمازيغية لم تنغلق يوما على ذاتها، بل كانت منفتحة على غيرها، وأسهمت في بناء هوية وطنية جامعة تتسع للجميع. إن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لم يكن مجرد حدث قانوني، بل هو تأكيد على أن المغرب بلد تعددي الهوية يعتز بجميع مكوناته الثقافية والحضارية. بهذا يتضح أن الأمازيغ ليسوا مجرد جزء من تاريخ المغرب، بل هم حاضر فاعل ومستقبل واعد، يساهمون من خلال ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم في إثراء الهوية الوطنية المغربية وتحصينها ضد النسيان والاندثار